المشكل ديال اليوم ديال السيد علي كيقول: في عمري 28 عام عندي مشكلة وما عرفتش اشنو ندير. تعرفت على واحد الانسانة هادي 4 سنين، بقيت كنهضر انا وياها وتعارفنا تقريبا شي عام. من بعد مشيت لدارهم وخطبتها. من بعد الخطبة امها مرضات، وحيت هي البنت الكبيرة بقات مقابلة امها وباها وخوتها اللي صغر منها. امها كانت كتمشي تداوى في مدينة اخرى وكترجع، والخطيبة ديالي كانت كتبقى مقابلة دارهم وخوتها. كنت كنهضر معاها على العقد او العرس، كتقول لي بلاتي ما نقدرش دابا حيت امي مريضة، وكانت كدير لي السبة بوالديا ما كانتش باغا تسكن معاهم وبغات تعزل بوحدها. قلت لها غير صبري عليا، انا راه ما نقدرش، اللي نقدر عليه ندير دابا هو نقاد واحد الطبقه فوق الوالدين ديالي ونسكنوا فيها. ما بغاتش. قلت ماشي مشكل، نبعدوا من الصداع وانا ما كنحملش الصداع والمشاكل. مشيت رهنت واحد الدار وبقيت كل مره كنحط فيها الفراش وكنمشي بوحدي، كنشري داك الشيء وكنحط وكنجيب وكنقاد كل شيء كنديرو بوحدي. فاش كنقول ليها اجي كتقول لي ما عندي كيفاش ندير، حيت امها مريضه، وعاد كدير لي السبه بالدار اللي خديت. كتقول لي راها بعيده على دارنا، وهي تقريبا بعيده غير شي نص ساعه. المهم كتهرب مني وصافي. مشيت عند باها وقلت ليه عمي هاد الشي راه بزاف عليا، راه خاصني نطيح العقد. انا جيتكم من الباب وباغي الحلال ماشي باغي نتفلى، خاصني نقاد اموري وندي مرتي. قال لي يا صافي، واخا بديت كنجمع الوراق وانا حاس بهم ما عجبهمش الحال، ولكن انا عييت، خاصني مراتي تكون حدايا. تكاتبنا وعاد زادت الامور تعقدات. مات تمها وولات هي اللي هازه دارهم ومقابله باها وخوتها. بقيت صابر، ما كنهضرش في هاد الشي، كنقول ماشي مشكل، نراعي لظروفها حتى تفهم الراسة، ولكن هي وتقول واش باغا تفهم. داز عام على موت امها وانا كنخلص فلوس الدار وما مستافد منها والو، غير كنضيع رزقي حيت الوقت ديالي كله كنجلسو مع والديا في الدار ديالهم. هضرت معاها قالت لي غير زيد صبر معايا. ميكت. اختها كملت قرايتها، شدات الباك ديالها ومشات تكمل قرايتها في مدينه اخرى. خوها هز راسو حتى هو بغى يمشي يخدم في مدينه اخرى، بقات غير هي وباها. هي اللي هزه باها واخا باها باقي صحيح. فاش كنهضر معاها كتقول لي راه ما نقدرش نخلي با بوحدو، واخا كاينه واحد عمتها حداها وهي راها كتعاون خوها. وقلت لها وانا عجبك حالتي ما كتجي عندي، ما كتشوفي دارك، ما حتى حاجه، وعاد عائلتي ما بغيتيهمش، باغا انت غير مصلحتك. سكتات وهي تقول لي انا راه عائلتي راك عارف الظروف وعارف هذا، وهي تزرب عليا عاوتاني بالهضره. قلت لها عائلتك كون بغاو مصلحتك كون هما يقولوا لك صافي سيري شوفي حياتك وراجلك، هادي كتر من 3 سنين وحنا على هاد الحال. اختها كون بغات كون هي جلسات مع باها وكملت قرايتها حداه، ماشي يمشيو يبنيو حياتهم وهي تضيع حياتها. هضرت معاها حتى عييت، ما عجبهاش الحال وتنفخات عليا يومين وهي ما كتهضرش معايا. حتى انا ما هضرتهاش، خليتها حتى عيطات ليا وقالت لي راه خاصنا نهضروا. قلت ليها فاش؟ قالت لي عافاك غير صبر عليا حتى نشوف كيفاش ندير نتزوج با ونجي حتى انا لعندك. انا عييت، ما حيلتي للخدمه، ما حيلتي للدار اللي غير خاويه وكنخلص هذاك النصيب ديال الكرا، ما حيلتي لحاجياتي انا كراجل. هي ما باغاش تفهم راسها، همها غير عائلتها، وانا عائلتي ما باغاهمش. اشنو ندير اخوتي؟ واش نكمل ولا صافي نطلق ونحيد عليا من هاد العيشه هادي؟